يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض صينية بطاطس بأجنحة الدجاج. طعمها بيكون حلو جدا والأجنحة بتكون جوسي وطرية وفيها كده ريحة الشوي، فبتبقى بصوا خطيرة جدا. أنا من عاشقين هذه الصينية. قولولي مين كمان بيحب الأجنحة. يلا بينا نبدأ بالطريقة. عندي هنا 4 طماطم صغيرين وبصلاية متوسطة وقرن فلفل وفصين من الثوم. انا حطيت قرن فلفل احمر، لو حابه تحطي فلفل احمر واخضر زي ما تحبي براحتك خالص. ضربتهم في الكبه علشان انا عايزه القوام بتاعهم يكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو مش متاحه عندك كبه يبقى اعملي الخضار بالمبشره. عندي هنا ملح ومرقه خضروات بودره، وبصل بودره، جنزبيل، توم بودرة، وسنة صغيرة كده من الحبهان المطحون، وفلفل اسود، ومعلقة من البابريكا المدخنة. والبابريكا بتفرق جدا في طعمها. هنقلب التوابل مع الخضار بتاعنا بالشكل ده، وبعد كده هنبتدي نجيب الأجنحة ونتبلها، لكن هنزود حاجات تانية على الأجنحة، والنص التاني من التتبيلة هنحطه على البطاطس. يلا بينا نشوف. هنا عندي الأجنحة بتاعتي جبتها وقطعت الجزء رفيع خالص ورميته، وبعد كده قسمت الجناح جزئين بالشكل ده. لو حابة تعملي الأجنحة صحيحة أو كاملة براحتك خالص. طبعا غسلناها ونقعناها وشطفناها وصفيناها، حطينا عليها نص التتبيلة. هنا البطاطس متقطعة شرايح متوسطة، مش رفيعة قوي ولا سميكة قوي، والجزر كمان. هنجيب طماطم وتكون الطماطم متقطعة شرايح رفيعة جدا، وبصل كمان متقطع شرايح رفيع جدا، وفلفل أخضر متقطع شرايح رفيع جدا. لما بقطع الخضار الطماطم والبصل والفلفل بالشكل ده بيدوب معايا في صينية البطاطس وبيبقى طعمه حلو قوي. هبتدي بعد كده احط التتبيلة بتاعتي مع الخضار اللي فرمناه في الكبة، وهقلبه كويس جدا جدا مع البطاطس. انا بتبل البطاطس بتاعتي والخضار بتاعي بكل النكهات اللي احنا حطيناها، فبيكون طعمها حلو جدا جدا. لو انت حابة تزودي معلقتين صلصة، لو الطماطم مش حمرا قوي ممكن تحطي معلقتين صلصة مع التتبيلة. كده تمام. انا قلبت البطاطس بتاعتي كويس جدا بالشكل ده. هركنها بقى على جنب ونرجع نكمل التتبيلة بتاعت الأجنحة. هحط عصير نص ليمونة بالشكل ده، بس هشيل البذر اللي وقع. وهحط كمان معلقة كبيرة من المستردة ومعلقة كبيرة من صوص الباربيكيو. بيفرقوا جدا جدا في طعمها. بيدوا صوص الباربيكيو بيدي كده نكهة الشوي في الأجنحة أو في الفراخ عموما، فبيبقى طعمه حلو قوي. هقلب الأجنحة كويس جدا جدا مع التوابل والحاجات اللي احنا حطيناها عليها. يفضل ان انا اسيبها ساعتين او 3 في التتبيلة، ولو سبتها اكتر من كده هتكون حلوة قوي، لكن انا كنت مستعجلة فاشتغلت فيها على طول. لكن كل ما سيبناها في التتبيلة كل ما كان افضل. هنبتدي نجيب البطاطس اللي احنا تبلناها ونرص الأجنحة بالشكل ده. الطريقة دي أنا بعمل بيها برضو صينية البطاطس بالفراخ، بيكون حلو جدا جدا وبيكون طعمها تحفة. جربوها هتنبسطوا منها جدا جدا. كده تمام. أنا رصيت الصينية بتاعتي بالشكل ده. هجيب آه كل اللي أنا محتاجاه بعد كده نص كوباية من المية ومعلقة من السمنة. هجيب في الكبة كده اللي أنا فرمت فيها الخضار نص كوباية من المية واحطها على جنب كده علشان ما اخرجش التتبيلة او ما نزلش التتبيلة في الصينية من تحت، فيبقى اللي من تحت متبل حلو واللي من فوق لأ. فانا احطها على جنب كده. جبت ورقة زبدة وكرمشتها كويس وبلتها، لكن قبل ما احط ورقة الزبدة هجيب معلقة من السمنة وهحطها بالشكل ده من فوق. هحاول اوزعها على الأجنحة، وبعد كده هبتدي احط ورقة الزبدة وهدخل الصينية دي في الفرن على درجة حرارة 240 في الرف اللي في النص، والفرن تكون متسخنة من قبل كده. بتاخد حوالي ساعة في الفرن. بنكشف كده ورقة الزبدة ونشوف التسوية بتاعة البطاطس والأجنحة، لو استوت كويس بنبتدي نخرجها من الفرن. هنشيل ورقة الزبدة وبعد كده نبتدي نجيب معلقة من الصلصة
ونحط عليها معلقتين من المية ومعلقة صغيرة كده من السمنة ورشة ملح ورشة فلفل اسود، وابتدي ادهن الاجنحة بتاعتي بالشكل ده. هدخلها الفرن تحت الشواية، هو كل حاجة مستوية انا دخلتها تحت الشواية 5 دقايق، كانت اخدت اللون ده. واللون ده عايزة اقول لكم ان هو بيديها ريحة الشوي بيبقى خطير فيها، طبعا مع الصلصات والتوابل اللي احنا حطيناها. كان في جزء كده اتقطع من التقديم، لكن كده تمام، الوصفة بتاعتنا خلصت. اتمنى تجربوها واشوفكم في فيديو جديد. يا احلى متابعين، باي باي.